قدام مدرسة فيها لجنة من لجان الثانوية العامة، وكلنا بندعي لكل طلابنا بالنجاح ان شاء الله. ايه ده؟ في طالب ثانوية تعالى. انت ايه اللي خرجك من اللجنة بعد نص ساعة من الوقت؟ ابويا قال لي لازم تطلع الاول. هو مش ممكن يبقى قصده انك تطلع الاول على الفصل، تطلع الاول على الجمهورية؟ لا. ايه؟ عملت ايه في الامتحان؟ لا تمام، قفلته، ما سبتش غير نقطة واحدة بس. السؤال الاول عملته ايه؟ لا ما حلتش الاختياري، حليت الاجباري بس. يا ابني ما السؤال الاول اجباري. احلفي. المهم المسافة طلعت 8.2 ولا 8.02؟ انا عاملها سالب 164. يا ابني هو في مسافة بالسالب؟ ثم انت جبت الرقم ده منين؟ من عند امي، جبتها من عند امي. طب السؤال التالت اخترت ايه فيه؟ ايوه انا فاكر، الوحي نزل عليا ساعتها واخترتها صح، بس انا دلوقتي ناسيها. هفكرك. غابات ايوه غابات هافانا مين يا ابني؟ السفنة. طب الاختيارات عملتها ايه؟ دي غشيتها من الواد اللي جنبي، كلهم حاجة واحدة تقريبا. صح. طب يا عم افرح. يس، كلهم دي. لا سي. انت متأكدة؟ من على لسان الدكتور. طب انا ينفع ارجع الاجابات دي ولا اعمل ايه؟ يا ابني ترجع ايه؟ هو بنطلون. طب الصح والغلط مع التعليل. عملتهم كلهم صح. هما فعلا كلهم صح. وحياة ابوك انت بتتكلمي بجد؟ وده لوحده عليه 15 درجة. الحمد لله يا رب، انا كنت متأكد ان مجهود 4 ساعات مذاكرة مش هيروح في الارض. وبيني وبينك امتحان 4 ورقات في ساعتين ده برضو مدة قليلة قوي. انت بتقولي ايه؟ هو مش الامتحان ورقتين؟ الحمد لله، يبقى انا سمعتك غلط. كل ورقة وش وظهر يبقى 4 ورقات. تعال خد، تعال، ما تخافش. هو الامتحان كان عامل ايه؟ لا الامتحان كان وحش، كان زي الزفت بصراحه. انا بيمتحنوني بابل شيت، احنا في الشيت جوه حضرتك، بيمتحنوني اختيارات، انا كل اختياراتي وقراراتي غلط اصلا. تخيل حضرتك، انا دلوقتي المفروض ان مستقبلي متوقف على اختياراتي. الامتحان كان مستواه كويس طيب؟ لا كل مره يقول لك الامتحان في مستوى الطالب المتوسط. انا الطالب المتوسط على فكره، الامتحان في مستوى الطالب الاينشتاين. بس ده كان امتحان عربي. الامتحان كان في مستوى الطالب السيبوي. انا اصلا ما بعرفش انطق، انا بتمتحنوني في عربي وانا مش عارف انطق اسمه. بالنسبه لوقت الامتحان كفاك؟ لا الوقت ما كفاش، ما لحقتش اغش. قصدك ما لحقتش تحل؟ لا ما لحقتش اغش، بس هم 60 سؤال حضرتك، 60 سؤال ب 60 اختيار في 3 ساعات، يعني كل ساعه المفروض احل فيها 20 سؤال، يعني كل سؤال بياخد 3 دقائق. مش هلحق اغشه طبعا. في اسئله في الامتحان وقفت معاك؟ اسئله الامتحان كلها وقفت معايا وقفه ما وقفهاش صحابي، يعني وقفت رجاله حضرتك. الادب كان قله ادب. النحو يعني انا ما اعرفش ايه النحو اللي هم بيمتحنونا فيه ده، انا اعرف النحو بتاع عادل شكل، ان قائل النحو منك نرتاحه، عادل شكل معروفه. القراءه للجميع، والاجابات بقى في الاختياري كانت كلها شبه بعض، كل الاجابات تنفع، كل الاجابات شبه بعض. انت كنت بتختار ازاي في الامتحان؟ لا على حسب السؤال بقى، كنت بختار ساعات حادي بادي وساعات ورقه حجر مقص. بالنسبه للجنه كان فيها مكيفات او اي حاجه؟ لا والله حضرتك ما كانش فيها اي حاجه، ولا سجاير محشيه ولا سجاير فاضيه، ولا ما احنا ما كيفناش، ما حدش كيفنا والله. اقصد تكييف، فيها تكييف؟ لا ولا مروحه، ولا كان فيها حتى مروحه. طب اللجنه كانت منظمه؟ ايوه اللجنه كانت منظمه وكانت مشدوده جدا، انا ما عرفتش اغش. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله. وكل الاسئله في الامتحان كانت محتاجه تفكير. ايوه، يعني الامتحان كان صعب ولا سهل؟ والله ما اعرف، انا ما اعرفش. تحب تقول حاجه اخيره؟ حسبي الله ونعم الوكيل والله. دلوقتي معانا طالب في ثانويه عامه للاسف سقط. عايزين نعرف يا فندم حضرتك ليه سقطت رغم ان انت معاك سنه كامله تذاكر فيها؟ حضرتك انا هقول لك دلوقتي، احنا السنه كلها فيها 365 يوم، منهم 52 يوم جمعه، واحنا اكيد يوم الجمعه مش هنذاكر، يوم الجمعه هنصلي الجمعه عادي، كده يبقى لنا 313 يوم، منهم 50 يوم الاجازه بتاعت الصيف اللي هي مالهاش علاقه بالدراسه، كده يبقى معانا 263 يوم، 8 ساعات نوم يوميا حضرتك علشان ابقى انسان برضو كويس ومرتاح، 122 يوم من السنه كلها، كده يبقى معانا 141 يوم، ساعه واحده بس علشان اروح الجيم والعب رياضه عشان اقدر اذاكر برضو وانا بصحه كويسه، دول 15 يوم، يعني دلوقتي معانا 126 يوم، ساعتين بس في اليوم علشان اعرف اكل كويس وامضغ الاكل كويس عشان يديني صحه، والا الاستاذه امينه الشلبايه ممكن تاكل وشنا، دول ب 30 يوم، كده يبقى معانا في السنه 96 يوم، ساعه واحده بس اعرف اتكلم مع اللي جنبي لان الانسان مخلوق اجتماعي، اشوف ابويا عمل ايه، امي جرالها ايه، اختي كبرت ولا لا، اخويا ذاكر ولا لا، ساعه واحده بس في اليوم، يعني 15 يوم، كده يبقى معانا من السنه 81 يوم. الامتحانات في مصر حضرتك بتاخد 35 يوم لوحدها، كده يبقى معانا 46 يوم. الاعياد في مصر حضرتك اعياد قوميه دينيه انسانيه نسويه كلها على بعضها 40 يوم في السنه، كده يبقى معانا من السنه 6 ايام. قولي هيجي لي دور برد يا ستي في السنه كلها في 3 ايام، ومع ان ده مش طبيعي تماما،
بس انا معاكي للاخر كده. هيبقى لنا في السنه كلها 3 ايام، يومين بس علشان خاطر المناسبات العائليه، ابن عمي بيتجوز، بنت خالتي بتتطلق، ما انا لازم اروح، ما هو ده واجب يعني. كده هيبقى يوم واحد بس في السنه حضرتك. ما ذاكرتش فيه ليه اليوم ده؟ اليوم ده هو يوم عيد ميلادي حضرتك، يعني اسيب عيد ميلادي واقعد اذاكر؟ معقوله؟ قولي لي على اي وقت طول السنه فاضي انا ينفع اذاكر فيه وانا اذاكر.